لو حابب تعرف كل التفاصيل عن كلية صيدلة، إيه أقسامها، إيه مميزاتها، إيه عيوبها، المستقبل بتاعها إيه، هي أفضل كلية مناسبة ليك والّا لأ، الفرق بين الخاص والعام، كل التفاصيل دي هنتكلم عنها إن شاء الله في الفيديو بتاع النهارده. أنا دكتور محمد غريب، صيدلي، بقى لي 10 سنوات متخرج من كلية صيدلة، اشتغلت في مجالات كتير خاصة بصيدلة، ومن منطلق خبراتي ومن منطلق إن أنا أصلًا صيدلي، فحبيت إن أنا أقدم فيديو يكون زي كتالوج لطلبة ثانوية عامة والناس اللي متخرجة من ثانوية عامة عن كلية صيدلة لو حابين أو بيفكروا إن هم يدخلوا كلية صيدلة. أول حاجة، عدد سنوات الدراسة حاليا في كلية صيدلة أصبح 6 سنوات بدل 5. النظام القديم كان 5 سنوات نظرية فقط، دلوقتي الجديد بقى 5 سنوات نظرية زائد سنة جديدة عملي اسمها سنة الامتياز. المسمى القديم لشهادة كلية صيدلة كان بكالوريوس الصيدلة أو بكالوريوس العلوم الصيدلانية، بتختلف من جامعة إلى التانية مفيش فرق، ولكن في النهاية هو بكالوريوس صيدلة. يعني المسمى الجديد أصبح بكالوريوس فارم دي وليس فارما دي، يعني في ناس كتير بتنطقها فارما دي. فارم دي هي بالظبط شهادة البكالوريوس، مفيش أي فرق، ولكن احنا الدولة غيرت المصطلح تماشيا مع الشهادات خارج مصر اللي بقت كلها فارم دي حاليا، لكن النظام بتاعنا والمواد بتاعتنا وكل حاجة ما زالت هي. فارم دي في منها نوعين، فارم دي جنرال عام بتدرس كل حاجة في صيدلة، وفي نوع آخر اسمه فارم دي كلينيكال، وده بندرس فيه شوية حاجات زيادة مرتبطة بشغل الكلينيكال فارماسي اللي هنعرف عنه تفاصيل أكتر قدام شوية. فارم دي كلينيكال هي دايما بفلوس، كأنها حاجة خاصة جوه الحكومي، ده لو انت داخل كلية حكومية، لكن لو انت داخل كلية خاصة أصلا فهتلاقي في مصاريف زيادة على المصاريف اللي انت بتدفعها لو انت هتدخل فارم دي كلينيكال. طب هل الموضوع مجدي ولا لا؟ الحقيقة إجمالا الموضوع مش مجدي، لأنه في النهاية اللي بيتخرج من جنرال أو كلينيكال كله، لو أي حد حابب يشتغل كلينيكال في النهاية بيشتغل عادي جدا، مفيش أي مانع ولا أي عائق، وموضوع التخصص اللي في البداية دوت مجرد شكليات مش أكتر. أنا شخصيا خريج جنرال عادي جدا واشتغلت كلينيكال بعد ما اتخرجت، أخدت شهادة فارم دي واشتغلت كلينيكال. إن شاء الله هيكون في كلام باستفاضة عن موضوع الكلينيكال بعدين، علشان عارف في أسئلة كتير، يا دكتور هو إيه موضوع كلينيكال وفارم دي كلينيكال، طب وبتاع الكلينيكال ده بيشتغل إيه وبيعمل إيه؟ كل الحاجات دي هقولها لكم بالتفصيل. طيب هل في يا دكتور فرق بين الكليات الخاصة والكليات الحكومية بالنسبة للمناهج وبالنسبة لنظام الدراسة وبالنسبة للدكاترة اللي بتدرس؟ الحقيقة إنه كل الدكاترة اللي بتدرس في الجامعات الخاصة هم اوريدي خريجين كليات حكومية وجامعات حكومية، وغالبيتهم كمان بيكون بيدرس بالفعل في جامعات حكومية وبيروح الجامعات الخاصة جنب شغله الحكومي، أو يعني كأبجريد كده علشان الماديات بتكون أفضل في الجامعات الخاصة. ففعليا مفيش فروق جوهرية قاتلة يعني بين الاتنين. كلية الصيدلة فيها أقسام كتير جوه الكلية، قسم الكيمستري لوحده بيكون في حوالي 4 أو 5 أقسام تحت الكيمياء، لأن أنا عندي أناليتيكال كيمستري، عندي أورجانيك كيمستري، بايو كيمستري، كيمياء كده كتير. عندي السيوتكس ودي مادة خاصة بالتركيبات وخاصة بشغل المصانع. عندي الفايتو أو الكوجنزي ودي مادة خاصة بالأعشاب ومستخلصات الأعشاب وهكذا. وعندي طبعا الفارماكولوجي، المادة الأهم في كلية الصيدلة الخاصة بالأدوية وكيفية عملها وهكذا. توكسيكولوجي أحد برضو أقسام قسم الفارماكولوجي أو أحد المواد الخاصة بقسم الفارماكولوجي ودي خاصة بالسموم. إجمالا الكلية مش سهلة، كلية صيدلة كلية صعبة. طب هل هي بتعتمد على الفهم أكتر يا دكتور ولا على الحفظ؟ الحقيقة هي محتاجة الاثنين، ولكن عشان أكون صادق معاك وهي بتحتاج حفظ بشكل كبير جدا جدا جدا، لدرجة إن أنت في وقت من الأوقات هتحفظ مركبات كيميائية بشكلها برسمتها كده زي ما هي، مفيش أي فهم في الموضوع، احنا بنحفظ الستراكشرز كده وبنتسأل عليها في الامتحان. هتحتاج كم كبير ومهول جدا من الحفظ. الكلية مش سهلة خالص، الكلية محتاجة حد فعلا حابب إن هو يذاكر وحابب الموضوع ومستعد يعني ينضغط جامد. الكويزز والأسئلة والاساينمنتس اللي بتطلب منك بتطلب تقريبا من تاني اسبوع في الدراسه، بيبدا الامتحانات تشتغل مباشره، يعني مفيش راحه كده واللي هو انا هاخد راحتي واخر الترم اذاكر والكلام ده، لا هو حاليا كل الجامعات بتشتغل امتحانات من بدري جدا علشان تساعد الطلبه وتزق الطلبه ان هم يذاكروا. طب يا دكتور سنه الامتياز اللي هي السنه السادسه دي احنا هنعمل فيها ايه بالظبط؟ الحقيقه لحد وقت تصوير الفيديو ده في 2023 احنا فعليا مش عارفين هو ايه اللي هيحصل في سنه الامتياز دي. اتمنى في الوقت اللي جاي ده الحكومه ووزاره التعليم العالي ووزاره الصحه يوضحوا لنا هو السنه السادسه اللي اتضافت لكليه صيدله دي ايه اللي هيحصل فيها بالظبط. هل الطلبه هتتدرب في مصانع
مصانع، هل هتتدرب في شركات، هل هتتدرب في مستشفيات، هل هتتدرب في صيدليات؟ الحقيقة إحنا مش عارفين، والدنيا still مش واضحة في النقطة دي، لكن المؤكد إنه في سنة سادسة امتياز هتكون تدريب عملي. إيه مميزات كلية صيدلة؟ الحقيقة هي كلها مميزات بالنسبة لي، بما إن أنا صيدلي وحد متحيز كده، فأنا باحب كلية صيدلة جدًا. بالنسبة لي صيدلة هي كانت مزيج ما بين الطب والbusiness، لأن أنا حد باحب الطب جدًا وباحب الbusiness وتجارة وريادة الأعمال والحاجات دي، فكان بالنسبة لي الصيدلية هي مزيج بين الاتنين. أنا دكتور وفي نفس الوقت أنا راجل بتاع business، باكبّر شغلي، باوسّع الصيدلية، ممكن في فرص إن أنا أفتح صيدلية و2 و3 ومخزن أدوية وشركة أدوية، اللي هو في جانب كبير من الbusiness إلى جانب إنه الواحد ممكن يكون صيدلي شاطر. من أكبر مميزات صيدلة طبعًا الوضع الاجتماعي اللي بتديه لك، لإنه أي حاجة كليات القمة مهما كان في النهاية بتدّي للواحد وضع اجتماعي كويس لو هو حافظ على الوضع الاجتماعي ده، لإنه في ناس بتضيّع الوضع الاجتماعي بتاعها ويبقى دكتور يعني هلاهوطة كده وما حدش بيحترمه. لكن بشكل عام وده وضع قد يكون مش fair ومش عادل، ولكن بشكل عام طب وصيدلة وأسنان وهندسة علاج طبيعي، اللي هي ما زالت لحد النهارده الكليات دي بتعتبر كليات قمة، والناس الخريجين منها ليهم وضع اجتماعي كويس، دكتور راح دكتور جه والحاجات دي، فدي أحد مميزات كلية صيدلة. ولكن بتحتاج طول الوقت منك إن أنت فعلًا تثبت موقفك الاجتماعي ده، وتكون على قدر الاحترام والأدب المطلوب منك كدكتور. كمان من مميزات صيدلة الكبيرة جدًا هي كتر المجالات المتاحة ليك للعمل بعد التخرُّج، في مثلًا قرابة ال30 مجال المتاحين ليك إن أنت تشتغلهم بعد التخرُّج، ما بين شغل صيدليات، مصانع، شركات، فرص سفر للخارج سواء في الخليج أو أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا، الطب الشرعي في أي كلية عسكرية أو كلية شرطة، وكل مجال من اللي أنا ذكرتهم دول فيك تحتيه حاجات. يعني لو قلنا المصنع، فتحت المصنع كده في أقسام كتير ممكن تشتغل فيها، في الشركة في أقسام كتير ممكن تشتغل فيها، في المستشفيات في أقسام كتير ممكن تشتغل فيها كصيدلي، لحد إدارة المستشفى نفسها تكون مدير مستشفى. فالحقيقة المجالات كتير جدًا، ولكن على الرغم من كتر المجالات دي للأسف فرص العمل مش بنفس الكتر كده، لأنه الصيادلة كتير، خريجين صيدلة كل سنة تقريبًا بيزيدوا عن 10,000 خريج، والمتاح في السوق من الوظايف قليل جدًا، مش مستحمل الأعداد الكبيرة دي من الصيادلة. وبالتالي لو هنروح على عيوب كلية صيدلة، فالعيب رقم 1 هيكون إن السوق متشبع بشكل كبير جدًا من الصيادلة، لدرجة إن أنت لو أنت ساكن في قرية وبتسمعني وأنت في قرية صغيرة، فغالبًا القرية دي فيها على الأقل صيدليتين، وأحيانًا بيكون في 3 و4 و5 و6 و7 و10 صيدليات في مساحة صغيرة جدًا. فالمنافسة بقت شرسة جدًا، جدًا، والمجال بقى متشبع أوي ومليان أوي، والفرص بقت مخنوقة جدًا. هتيجي تبُص على مجالات تانية زي مثلًا الشركات، فهتلاقي بنفسك فيها كلية علوم، بنفسك فيها بيطري، بيشتغلوا برضه معاك في شركات الأدوية، في المصانع بيشتغل معاك الكيميائيين من خريجين علوم برضه مع الصيادلة في المصانع، حتى الصيدليات للأسف الشديد كل من هَب ودَب بقى بيدخل في مجال الصيدليات ويفتح له صيدلية أو يقف في صيدلية شوية ويعتبر نفسه دكتور. فدي أحد العيوب القاتلة في الشغلانة دي. من العيوب المدمرة للشغلانة دي عدم وجود نقابة للصيادلة بتحميهم بشكل حقيقي. في عندنا نقابة ولكن صورية على الورق بس، ما لهاش أي لازمة، وعليها حاجة اسمها حراسة قضائية، يعني مجرد صورة لنقابة، ولكن في أرض الواقع ما لهاش وجود، ما لهاش أي تأثير، ما لهاش أي فعالية. وضع المهنة بشكل عام من ما بين السيء جدًا والجيد، يعني بيلعب في الرينج ده، لكن مش جيد ومش أكيد يعني مش جيد جدًا ولا ممتاز، إحنا بنتكلم تحت الجيد. ده وضع المهنة بشكل عام حاليًا، ولكن ده ما يمنعش إنه لو أنت شخص عندك الإمكانيات المادية، دي أهم نقطة، عندك الإمكانيات المادية وعندك العزيمة والإرادة إن أنت فعلًا عايز تعمل حاجة وتعمل فرق وتشتغل على نفسك، تفتح صيدلية، تفتح أيًا كان بقى اللي أنت ناوي تعمله، بس في support ودعم مادي ليك. أو لو أنت مثلًا عندكم بيت والبيت دوّة فيه محل جاهز يتفتح صيدلية في موقع كويس جدًا، ودي أهم نقطة، مش بس مجرد إن أنت عندك مكان يتفتح صيدلية بس متطرف أو في حتة بعيدة أو في قرية صغيرة، لأ، لازم يكون مكان كويس بجد، علشان أنت هتصرف كتير، وإذا أنت ما لقيتش مقابل أنت هتحبط بشكل مضاعف، لأن أنت صرفت وما لقيتش. من عيوب صيدلة كمان انتهاء التكليف. صباح الخير. صباح النور. ما بقاش في تكليف لصيدلة بعد كده. آخر دفعة هينزل لها تكليف هي الدفعة اللي دخلت كلية صيدلة سنة 2021، دي آخر دفعة على حسب يعني كلام وزارة الصحة هينزل لها تكليف بشكل رسمي. بعد كده بقى وزارة الصحة هتاخد على كيفها، ممكن تاخد 100 صيدلي، 200 صيدلي، 1000 صيدلي براحتها من آلاف الخريجين اللي بيتخرجوا سنويا. هيقولوا إحنا هنعمل اختبارات والناس هتقدم، واللي هينجح هناخده، أو اللي يقدم الأول بأسبقية التقديم أو بالتقدير الأعلى، الله أعلم هيمشوها إزاي. ولكن فكرة إنه كل
كل الصيادله هيتكلفوا بعد كده وهيلاقوا شغل حكومي اصبحت من الماضي. طيب بشكل عام المرتبات بتاعه الصيادله يا دكتور، هل فعلا زي ما بيقولوا الصيادله اسهل ناس تلاقي فلوس وبيلاقوا فلوس بسهوله وبيعملوا فلوس وبيبقوا اغنياء؟ ومرتبات الصيادله تقريبا بتبقى قد ايه بعد التخرج؟ دي نقطه مهمه جدا. الحقيقه ما اقدرش اقول مرتبات الصيادله قد ايه بعد التخرج، لانه بعد التخرج الناس بتشتغل في مجالات كتير، ما بين حد شغال في صيدليه، في مستشفى عام، مستشفى حكومي، تكليف، مصنع. فين في المصنع؟ شركه شغال مندوب، ولا شغال مثلا في الماركتينج، ولا شغال فين بالظبط؟ ففي فاريشنز كتير جدا لصيدله، وكل مكان ليه افريج او متوسط مرتب يختلف عن باقي عن الاماكن التانية. ولكن لو هناخد مثال الصيدليه، لو انا صيدلي عادي جدا هتخرج هشتغل في صيدليه في الارياف، فاول مرتب هتاخده هيكون تقريبا 2000 جنيه، وانا بتكلم في 2023. لو انت هتدخل السنه دي صيدله فهتتخرج بعد 6 سنين، فمش عارف الرقم ده هيفضل زي ما هو 2000 ولا هيزيد، بس اتوقع ان هو هيزيد بسبب الاوضاع الاقتصاديه وانهيار العمله بشكل عام، فاعتقد الرقم ده ممكن يزيد شويه. ولكن ده الستارت سالري اللي هو اقل حاجه انت ميت خالص يعني. الرقم ده بيزيد طبعا كل ما طلعت من القريه رحت الى المدينه، ومن المدينه لو رحت القاهره نفسها بقى، في القاهره المرتبات بتزيد عن كده، ممكن تبدا ب 3000 3 ونص حاجه زي كده، وانت وشطارتك بقى كل ما هتشتغل اكتر وتكتسب خبرات بعد 6 شهور، بعد سنه، بعد سنتين، المرتب بيزيد معاك. ولكن الميزه الحقيقه اللي ما نقدرش ننكرها في صيدله انه يكاد يكون ما فيش صيدلي مش هيلاقي شغل. انت اكيد هتلاقي شغل، بس ممكن الشغل ده ما يكونش على مزاجك، مش على هواك، مش ده اللي انت كنت رسمه في دماغك اول ما دخلت صيدله، مش ده اللي انت حاطه في دماغك النهارده وانت بتتخرج من ثانويه عامه وداخل صيدله، كلك طموحات واحلام وعايز اعمل واجيب اخترع دواء جديد واعالج السرطان واعمل اكبر شركه ادويه في العالم. في احلام كبيره دخلنا بيها كليه صيدله، ممكن بعد ما تتخرج ما تعرفش تعمل حاجه من الاحلام دي، ولكن يكفي ان انت هتكون عندك القدره على ان انت تساعد شخص تعبان في اي وقت من الاوقات محتاجك بيلجأ لك، فربنا يعينك ويقدرك ان انت تساعده بانك تقول له على العلاج المناسب ليه الصح ليه. دي حاجه كبيره جدا في حد ذاتها بغض النظر عن فكره الماديات. انا بعتبر صيدله او شغل في الصيدليه بالتحديد احد ابواب الخير الكبيره جدا، احد ابواب القرب من ربنا اللي ممكن تكون باب للجنه الحقيقه، لو احنا اتقينا ربنا وراعينا وجودنا في الصيدليه ان احنا ما نجيش على الناس ونساعد على قد ما نقدر ونستحمل الناس على قد ما نقدر. السؤال بتاع الكلينيكال يا دكتور، هل الكلينيكال ده ايه هو وبيعملوا ايه؟ بيقولوا ان احنا بنشتغل، الدكتور بيشخص المرض والصيدلي هو اللي بيوصف الدواء. هل الكلام ده حقيقي؟ لا، الكلام ده مش حقيقي. شغل الكلينيكال بيكون الصيدلي مع الطبيب مع الممرض مع فني الاشعه، كلنا بنشتغل كتيم كبير بيخدم الحالات المرضيه الموجوده في المستشفى، سواء في رعايه مركزه او في الاقسام العاديه. الصيدلي بيكون فرد من الفريق اللي بياخد القرار، مش مفيش قرار بشكل منفرد فيما يخص فرق الصيدله الكلينيكيه. بيكون احنا بنشتغل في هارموني كفريق مع بعض، كلنا بنشارك في اتخاذ القرار. الطبيب عليه اكتر دور التشخيص وانه يحاول يفهم كويس ايه التشخيص الادق للحاله دي، والصيدلي بدوره بيساعد الطبيب في ان احنا نحاول نوصل لافضل خطه علاجيه للمريض دوت. التمريض لا يقل اهميه عن اي حد في الفريق، لانه هو اللي بينفذ الكلام ده في النهايه، ودوره محوري وكريتيكال معانا. فني الاشعه، فني التحاليل او الدكتور بتاع الاشعه والتحاليل دوره مهم جدا، لان هو اللي بيساعدني على ان انا اتخذ القرار المناسب في التشخيص، وبيساعدني على اتخاذ القرار المناسب في العلاج واستكمال الخطه العلاجيه او توقيفها. الفريق كله داخل مع بعضه. فالفكره اللي بتتقال انه الدكتور بيشخص والصيدلي بيعالج غير حقيقيه بالمره، وما بتحصلش في اي مكان في العالم، وما ينفعش اصلا انه يكون في انفصال بين الدكتور والصيدلي وانه ده بيشخص مع نفسه وده بيعالج مع نفسه. طبعا الكلام ده غير حقيقي بالمره. الصيدله الاكلينيكيه احد المجالات الكويسه جدا اللي بتقدم فاليو وقيمه حقيقيه للصيادله، ولكن بيعيبها عده حاجات، اشهرها انه المرتبات فيها ضعيفه جدا ومفيش اي تدرج وظيفي للصيدلي. فانت بتبدا كصيدلي اكلينيكي وبتستمر كصيدلي اكلينيكي، مفيش تدرج ليك يعني، ما هتترقى هتبقى ايه، مفيش حاجه. بينما الطبيب زميلك بيبدا كطبيب امتياز ممارس عام، ربنا يكرمه ياخد الماجستير بيبقى اخصائي، ربنا يكرمه ياخد الدكتوراه بيبقى استشاري. ففي الدكتور طول الوقت بينمو وبيكبر، لكن انت للاسف طول الوقت بتفضل زي ما انت صيدلي اكلينيكي. فده غير انه كمان فرص الصيدله الاكلينيكيه مش متوفره خارج المدن الكبرى، يعني مثلا في القاهره بشكل اساسي، اسكندريه ممكن. لو هنروح بقى على الاقاليم فهتلاقي الصيدله الاكلينيكيه متركزه في المدن بس، يعني الشرقيه ممكن تلاقي مستشفى او مستشفيتين في الزقازيق فقط. طب وبقيه الشرقيه كلها لا، صعب تلاقي. المنيا ممكن تلاقي مستشفى المنيا المركزي مثلا اللي هو المستشفى الاساسي في المنيا، ده ممكن تلاقي فيه صيدله اكلينيكيه. طب وبقيه المنيا لا، مش هنلاقي. فدي برضو احد العيوب الخاصه بشغل الصيدله الاكلينيكيه. فما تبنيش كل احلامك على حاجه معينه
او جزء معين في المجال من غير ما تكون عارف تفاصيله. واي حد يحتاج مني اي سؤال او استفسار او حابب يعرف حاجه عن كليه صيدله يكتب لي في الكومنتات، وهحاول ارد على كل الكومنتات سواء برد كتابي او لو لقيت سؤال متكرر بشكل كبير ان شاء الله هعمل له فيديو مخصوص اوضحه. قولوا لي ايه رايكم في الكلام اللي انتم سمعتوه، ولو عندكم اي اسئله اكتبوها لي في الكومنتات. هسيب لكم كمان اللينك بتاع الفيسبوك بتاعي لو حد حابب يتواصل معايا على الفيسبوك، انا تحت امركم طبعا طول الوقت. وكمان هسيب لكم قناه ايبرس اكاديمي اللي بينزل عليها البودكاست الخاص بالصيادله والموجه بشكل اساسي للصيادله، علشان لو حد فيكم كمل ان شاء الله في صيدله يستفيد مننا على قد ما نقدر باذن الله. دمتم بكل خير، الى اللقاء.